إذا كنت تستعملين العديد من مستحضرات التجميل لتبرزي بها جمالك، فيجب عليك الاستماع إلى ريا أبي راشد. إيه إنه شو اللي بحب وجهي وشفنا إنه ما عملت عملية تجميل حتى هلا مبين من ما التقرير. حاطه شيء هلا. بلا هيدا فول ميك اب بالنسبة لي. فول؟ فول. هذه الشخصية المميزة التي أثبتت بجدارة أنها لا تقتصر على التميز في مجال الإعلام فقط، بل في كل ما يتعلق بالعناية بالبشرة والرشاقة والجمال. كثيراً ما نتساءل كيف يمكن لشخص في عمر الأربعين وما بعده أن يحافظ على هذا الشباب والحيوية، لكن الإجابة تتمثل في بساطة ريا أبي رشدي. لذا ابقوا معنا لمعرفة سر هذه البساطة اللافتة. فشو سرها تضلها فت ودايما صحية؟ خلينا نشوف. دائما ما ننبهر بعفويتها المعهودة وسرعة بديهتها وصراحتها المطلقة. فقد أسرتنا نجمة سكوب الإعلامية اللبنانية المميزة ريا أبي راشد، التي بدأت حياتها المهنية كصحافية في بيروت قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة عام 1999، حتى أصبحت من الوجوه التي اعتدنا عليها في عالم الترفيه، التي تعرف أيضاً باحترافيتها وحضورها الداعم والممتع مع متسابقي Arabs Got Talent. فدائماً ما تظهر بإطلالات خاطفة للقلوب ومثيرة لتساؤلات الجمهور، حيث احتار الكثير من جمهورها عن سر هذا التألق في كل ظهور، وكأن الكاميرا تجعل بشرتها أكثر نعومة واشراقاً. إن من بين أبرز ما جعل ريا تحافظ على مظهرها الشاب والرشيق هو أسلوبها في التغذية والعناية بالجسم. فأول خطوة تعتني بها هي الابتعاد عن السكر المكرر وحليب البقر، هذه المكونات التي قد تكون سبباً في تراكم الدهون وزيادة الانتفاخ في الجسم، ولها آثار سلبية على البشرة من ظهور البثور والتصبغات. فاختياراتها الغذائية تعكس رغبتها في الحفاظ على بشرة صحية وجسم متناسق. شو أطيب عندك هيلثي سناك دايما تعمليه على السريع قبل ما تظهري؟ جزر ونتس، نايس. شوية حمص. لكن التغذية السليمة لا تتوقف عند ذلك، حيث أن ريا تدرك أهمية شرب المياه في حياتها اليومية، فهي حريصة على تناول لتريان من الماء يومياً. فالماء ليس فقط يحافظ على رطوبة البشرة، بل يساعد أيضاً في تسريع عملية الأيض ومنع احتباس السوائل في الجسم. وعندما تستيقظ لا تستغني عن شرب كوبين من الماء مباشرة بعد النهوض من السرير، فهي تعرف تماماً كيف يؤثر الماء على صحة بشرتها وطاقة جسمها، كما أنها تتبع نظاماً غذائياً منتظماً يتضمن 3 وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين يومياً، تتسم بتوازنها واحتوائها على البروتينات والدهون الصحية مع تقليل الكربوهيدرات. وهذا النظام يجعلها قادرة على الحفاظ على وزن مثالي مع تجنب الشعور بالجوع وسط يومها الطويل. وكما تحرص على غذائها، فهي تصر على تحضير طعامها بنفسها. هذه العادة تجعلها أكثر معرفة بالمكونات التي تدخل في طعامها، وبالتالي تساهم في تحكمها بوزنها وصحتها بشكل عام. كما شددت على أهمية الرياضة، فهي عنصر آخر من العوامل التي ساعدت ريا في الحفاظ على لياقتها. يوغا أو جوجينج؟ both حسب الأيام. يوغا أكيد كل يوم، جوجينج لما بدي فضي راسي. اثنيناتهم لازم أختار. فهي تمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع، وتخصص وقتاً لممارسة تمارين الكارديو التي تساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية، إضافة إلى تمارين القوة مثل تمارين هيتشيت التي تساهم في تقوية العضلات وحرق الدهون بشكل أسرع. ومن جهة أخرى، تعتبر ريا أن العناية بالبشرة جزء لا يتجزأ من روتينها اليومي. شو السيكريت تبعك لبشرة صحية وناعمة؟ دايما نفس الشيء، تكون مغسلة، تكون كلين، ما حط عليها كتير ميك اب، واذا حطيت ميك اب شيله قبل ما انام، ما اوعى مع ميك اب على الوجه، بس بحاول ما احط كمية كبيرة من الميك اب. اوكي. فهي لا تخلد إلى النوم قبل أن تتأكد من إزالة كل آثار المكياج من على وجهها، لتتجنب بذلك أي ضرر قد يلحق بالبشرة. لذلك تعتمد ريا على روتين بسيط ولكن فعال يتضمن التنظيف والترطيب، حيث تحرص على استخدام كريمات مرطبة مناسبة لبشرتها، بالإضافة إلى كريمات العيون التي تمنح المنطقة المحيطة بالعينين الترطيب اللازم. وأما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل، فريا لا تفضل المكياج الثقيل، بل تكتفي بتغطية خفيفة تبرز جمالها الطبيعي باستخدام كريم الأساس المائي الذي يوحد لون البشرة.
إضافة إلى بعض اللمسات الخفيفة من البرونزر وأحمر الخدود السائل الذي يضفي على وجهها إشراقة طبيعية. أما في مكياج العينين فترتكز ريا على ألوان حيادية تعزز من جمال عينيها، وتستخدم الآيلاينر الأسود مع الماسكارا لتكملة إطلالتها بطريقة ناعمة وجذابة. وفي الشفاه فهي تفضل ألواناً عميقة مثل أحمر الشفاه الماتي باللون الخمري الذي يبقى ثابتاً طوال اليوم حتى في اللحظات العاطفية التي قد تمر بها. لكن ما لا يعرفه الكثيرون عن ريا هو أن سرها لا يكمن في المكياج فقط، بل في الطريقة التي تحافظ بها على شعرها وإطلالتها العامة. كيف تخلي شعرك دايما صحي وطبيعي؟ بحاول استعمل عليه برودكتس ما عندهم مواد كيميائيه كبيره، مواد طبيعيه ناتشورال برودكتس، بيخلي هيك شعري على طبيعته هيك يكون هيلثي. فهي تعتني بشعرها بشكل استثنائي، سواء من خلال تصفيفه بطريقة مميزة تتناسب مع كل مناسبة، أو من خلال تسريحات تبرز جماله الطبيعي. من وراء كل هذه العناية بالجسم والبشرة تأتي الأزياء التي تكمل إطلالة ريا. هي لا تقتصر على مكياج وجهها وشعرها، بل تعتمد على اختيارات ملابسها الفاخرة التي تضفي على مظهرها لمسة من الأناقة والذوق الرفيع. كل هذه العوامل مجتمعة تفسر لنا سر جمال ريا أبي راشد، ليس فقط في مظهرها الخارجي، بل في طاقتها وحيويتها التي لا تتأثر بعوامل الزمن. وهي تعلمنا درساً مهماً، أن العناية المستمرة بالجسم والبشرة مع التغذية السليمة والرياضة والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هي التي تجعلنا نتمتع بحياة مليئة بالجمال والشباب الدائم. شكراً لكم على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد عن أسرار المشاهير. ألقاكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.